طبعا عم نتابع كلياتنا تطورات الأمور بسوريا اللي هي الحقيقة تطورات متسارعة يوم عن يوم. شفنا الاعتراف الجميل يعني اللي عم يصير من كل العالم بالرئيس أحمد الشرع. كانت خطوة كتير مهمة إنه يعلن يعني أو يعلن عن منصبه الجديد، وهو رئيس الجمهورية العربية السورية. هذا الشيء يعني طبعا العالم كله كان منتظره، السوريين وغير السوريين. الوفود اللي اجت بشكل يعني يومي يومي يومي، ما عاد نلحق نحن من تلاحق الاحداث. الوفود اجت من كل انحاء العالم يعني. وزيارة الرئيس الشرع للسعودية بعد ما اجى امير قطر زار دمشق وزار الرئيس، والدعم اللي عم يجي الحقيقة للحكومة السورية الانتقالية للرئيس السوري الجديد، سوريا الحرة، سوريا اللي تخلصت من مراسم الإجرام والمافيات. لسه مو بشكل نهائي طبعا، لسه في تنظيف كتير لازم يصير، ولسه تمشيط، ولسه تمحيص، ولسه محاكمات كتير. ولكن الأمور بتبشر بالخير. يعني الشيء اللي عم يصير هلا من على الصعيد السياسي شيء كتير كبير الحقيقة. يعني الدعم اللي اجى من قطر ومن تركيا ومن السعودية من البلاد العربية، حتى السيسي اعترف آخر شيء. طبعا يمكن آخر واحد يعني اعترف بالرئيس الشرع وبعث له تهنئة. فهلا رح ينقلب طبعا الإعلام المصري أكيد 180 درجة خلال الساعات القليلة أو الأيام القادمة. رح ينقلب من انتقاد وشتائم واتهامات باطلة لا العكس تماما. هذا الشيء متوقع. طبعا هذا الشيء يعني بهمنا نحن كثير كسوريين، اللي داخل واللي خارج سوريا، لأن الأمور نتمنى أنه تمشي نحو الاستقرار بشكل سريع. بدنا مثل ما بدهم كثير سوريين يعني انه يتم القبض على فلول ما يسمى بالفلول النظام المجرم، الضباط ومساعدينهم ومرتزقتهم اللي كانوا يعني الاجرام عندهم يوميا على قدم وساق. يعني اللي اهانوا وعذبوا وقتلوا مئات الالاف من السوريين وهجروا الملايين وسرقوا املاكهم. هدول لازم يعني شيء طبعا احنا عم نسمع عم يصير، بس لازم الاخطاء اللي عم تصير، الاخطاء الفرديه اللي احنا بهمنا يصير في شيء اسمه عدل، يصير في محاكمات عادله، يصير في عقاب عادل يعني. طبعا مع الأسف ما راح يكون أي شيء يعني أي عقاب يوفي بحق الناس اللي راحت. يعني الله يرحم اللي راحوا والله يشفي الناس اللي لحد الآن عم تعاني من الإصابات والتعذيب اللي عم يعانوا على الصعيد النفسي وعلى الصعيد الجسدي يعني. على كل نحن متفائلين وإن شاء الله الأمور ماشية من حسن إلى أحسن. على الصعيد الاقتصادي الأمور عم تتحسن. الفساد الرهيب اللي كان موجود عم ينكشف وعم يتحجم. مئات الآلاف الموظفين الوهميين اللي كانوا عم يقبضوا رواتب من سنين طويلة، أو اللي هذا اللي عم يقبض راتبين ثلاثة أربعة خمسة، هلا انكشفوا وتوقفت هالأمور. أكثر من 400 ألف وظيفة وهمية، أكثر من 400 ألف إنسان عم يقبضوا رواتب من خزينة الدولة بدون عمل وبدون طائل، وفي منهم غير موجودين فعليا وإنما ناس عم تقبض عنهم. طبعا هذا الشيء عم يتم الحمد لله تصفيته بشكل أول بأول. الأسعار اللي نزلت من 20 ل 30 ل 40%، هذا الناس كلها لاحظته. الليرة السورية اللي تحسنت، إن شاء الله التحسن بيكون حقيقي وليس ألعوبة. التحسن بيصير إن شاء الله بشكل تدريجي ومستمر، والدولار بينزل والناس بتختلف حياتها بشكل تام إن شاء الله قريبا جدا. نحن بهمنا طبعا انه الانتخابات ما تطول، الامور يعني تمشي بشكل مثل ما ماشي هلا ولكن اسرع. من اهم النقاط مثل ما بتعرفوا الكهرباء، الشيء اللي عم نسمعه والتصريحات اللي عم تطلع انه العمل قائم على قدم وساق لحل هالمشكله العويصه جدا، لانه البنيه التحتيه مع الاسف يعني خربة. الكابلات النحاس المسروقة بالأطنان تمديدات كلها رايحة. شبيحة معباية سوريا كانت شبيحة. إن شاء الله هلا عم يختفوا بشكل تدريجي. وهذا المنافقين
انقلبوا أو عملوا حالهم منقلبين، لازم تصفى النفوس، لازم يتم القضاء عليهم، لازم يتم القبض عليهم اللي شاركوا طبعا. ما عم نقول قضاء عليهم يعني بشكل جسدي تصفية، وإنما إلقاء القبض عليهم للمحاكمة، لأنه الناس لا يمكن تشفى صدورها إذا ما شافوا هالرموز تبع الشبيحة والشبيحة نفسهم ألقي القبض عليهم وتحاكموا وتعاقبوا وتم تحقيق العدل يعني والعدالة. هذا من أهم النقاط يعني، يعني اللي عم نتابعها إن شاء الله إنه بشكل حسيس، وإن شاء الله الأمور يعني ماشي الأمور، والأمور بتطمن وماشي بالاتجاه الصحيح. وهذه الأصوات اللي عم تطلع، اللي عم تنتقد من يوم لآخر بعض الأحداث اللي عم تصير وهون وهون، يكفي اصطياد بالمياه العكرة، لأنه هذا الشيء ما راح يفيدكم بشيء، ولن يصح إلا صحيح.